ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وصفتنا النهاردة زي ما انتوا شايفين كده، هو هنعمل الجلاش. بس الحشوة النهاردة هتبقى القشطة، او زي ما بتسموها القشطة الكدابة اللي هي المهلبية. خليكم معايا واحدة واحدة، صدقوني هتاكلوا احلى صينية جلاش هتعملوها. تمام كده، هو الصينية اللي انتوا شايفينها دي انا عاملاها بنص كيلو جلاش. زي ما قلت لكم قبل كده، يفضل ان انت الجلاش تجيبيه من مكان موثوق فيه، ويفضل ان هو يبقى فريش. اول حاجة هنعمل الحشوة بتاعتنا اللي هي القشطة او القشطة الكدابة زي ما بتسموها. عندي نص كيلو لبن. لكل نص كيلو لبن عليه 50 جرام من النشا، 50 جرام من المية. تمام كده، هو اللبن بتاعي يبقى دافي، يعني اللبن الاول كان دافي، حطيت عليه النشا، دوبتها الاول في المية، ما بدوبهاش على اللبن، وبنزل بيها على اللبن. بعد كده برفع القشطة على البوتاجاز، ما بسيبهاش، بقعد اقلبها لغايه ما تبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه دوت. تمام كده، هو يبقى كده خلصت من اول مرحله اللي هي الايه القشطه. نيجي بقى لتاني مرحله اللي هي ايه الجلاش. الجلاش زي ما انتوا شايفينه كده، هو بصوا بسم الله ما شاء الله، ورقته خفيفه وفريش وحلو جدا. بجيب بقى الصينيه بتاعتي بدهنها بالزبده. حابه تضيف على الزبده ربع كوبايه زيت، مفيش اي مشكله. النص كيلو جلاش استخدمت له قد ايه زبدة بالظبط؟ في الاول استخدمت 100 جرام، تمام. بعد كده احتجت 20 جرام، يعني اللي انا استخدمته بالظبط 120 جرام من الزبدة لنص كيلو جلاش. يفضل ان انت تدهني بين كل طبقة وطبقة، بيطلع افضل بكتير. حابة ان انت تحطي وبعد كده تدفي شوية السمنة او الزبدة وتروحي حطوها، مفيش اي مشكلة، بس انا بفضل ان انت تعملي ورقة ورقة كده هو زي ما انا ما بعمل. نوع الزبدة اللي انا مستخدماها زبدة فيرن، حابة تستخدمي سمنة مفيش اي مشكلة، بس انا قلت لكم ان السمنة في صواني الجلاش بتطلعه مورق قوي. يعني تبص تلاقي الورق بتاعي ناطر كده هو كده لو انت هتعمليه خرط. لكن لو مش هتعمليه خرط وهتعمليه سمبوكسات، اللي هي وربات اللي هو ملفوف، عادي استخدمي سمنة وبقلب جامد كمان هيطلع معاكي تحفة. لكن يفضل ان انت هتخرطيه دوت خرط، يفضل ان انت تستخدميه زبدة. ايه فايدة الزبدة هنا؟ هو ان هي بتخلي يعني الجلاش ماسك في بعضه كده هو، ومن تاني ناحية بتخليه مورق وطعمه حلو قوي. بعد ما يعني خلصت نص لفة الجلاش بين كل ورقة وورقة زبدة، دهنت بين كل ورقة وورقة زبدة، بنزل بقى بايه؟ بالنص كيلو اللبن اللي انا عملتهم الكريمة بتاعتي. بستنى لما تهدى شوية، ما بحطهاش وهي سخنة قوي، يعني استنى القشطة بتاعتي تهدى كويس جدا، وبعد كده بنزل بيها. لان لو حطيته وهي سخنة جدا هتمسك كده هو في الجلاش، يعني زي ما يقولوا هتسلقه كده، تحس ان الطبقة اللي تحت بقت عجين. يعني لما تيجي تدخليه في الفرن مش هتديها آم، يعني مش هتديها وقتها ان هي ايه تستوي، لا هتحسي ان الطبقة اللي تحت بقت عجين. فالافضل ان انت تستني الكريمة بتاعتك تشد شوية، وبعد كده تنزلي بيها في نص لفة الجلاش وتكملي توريق بقية اللفات زي ما انا بعمل كده اهو. هتعمليها كلها كده اهو. طبعا الشربات بتاعي انا كنت مجهزاه قبل كده، وانا عشان ما بطولش الفيديو فانا عملت في اكتر من كذا فيديو طريقة الشربات. الجلاش والكنافة والبقلاوة ديك طريقة الشربات بتاعها: كوباية كبيرة من السكر، كوباية ونص من المية، معلقة كبيرة من العسل الكلوكوز. اسيبه يغلي كويس جدا لغاية يبدأ يتقل معايا، وبعد كده هضيف عصرة ليمون معايا، وبس كده بيكون الشربات بتاعي. الشربات بتاعي بحطه دافي، يعني على الجلاش بالكريمة دافي، حاجة بسيطة كده هو، مش اللي هو ساقع قوي، بيبقى دافي اهو. بعد كده بحط بقى الزبدة من على الوش زي ما انتوا شايفين كده هو. بعد كده ما اكون مولعه الفرن على درجه حراره متوسطه، وادخلها بقى ايه في الفرن تستوي براحتها. ما بعليش عليها على السبيل ديت في حشوه في النص، فانا عاوزه الورق من تحت يستوي والورق من فوق زي ما انتوا شايفين كده هو يستوي كويس جدا. مش عاوزه ان هي تاخد لون من تحت ولون من فوق والارضيه وبقيت بقى الورق يبقى مبيض كده هو، وتيجي تاكليه تحسي ان الورق مجلد. لا، انا عاوزه الجلاش يستوي كويس جدا من جوه ومن بره، مش عاوزاه ان هو ياخد لونه بس.
بعد كده بعد ما استوت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، بطلعها بقى وانزل بيها بالعسل زي ما انتوا شايفين كده اهو. والوصفة ديت ما بتحتاجش عسل كتير. الجلاش ديت ما بتحتاجش عسل كتير جدا يعني، هو يدوب الكوباية كمان فاض منها. اقول لكم كمان معلومة للأمانة في الحشوة في المهلبية، بس الفيديو معرفش جايبها ولا لأ. كنت ضايفة معلقة كبيرة من السكر، يعني انا بحب الكريمة من جوه ما تبقاش دلع قوي، فبحط معلقة من السكر. بصوا بسم الله ما شاء الله، طالع محمر، لو انتوا واخدين بالكم محمر من تحت ومن فوق، وطعمه بقى تحفة. بصوا لو خدت بالكم الورق من فوق مش ناطر ورقة ورقة، لا تمسكي الخرطة كده هوك ولازق، يعني لازق على بعضه، ومن نفس الوقت مورق، مش غير لما بتعمليه في السمنة خالص. زي ما قلت لك قبل كده، ما تعقديش نفسك، حابة تستخدمي سمنة على زيت استخدمي، زبدة متاح عندك استخدمي، زيت بس استخدمي، دوت بيفرق في طعم الحاجة وجودتها. انا بقول لكم انا بستخدم ايه، لكن اللي حابة تستخدم اي حاجة تانية مفيش اي مشكلة. دي كده بتكون وصفتي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم.